السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم على خير وبخير. مبروك عواشركم مره اخرى البنات اللي غيدخلوا جداد، مبروك عواشركم مره اخرى. المهم البنات اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الخبز اللي ساهل ماهل بلا دليك بلا حتى حاجه، ساهل في رمضان. يعني الانسان كيكون صايم وما كيقدرش يبقى يدلك ويبقى يعجن، وكيجي زوين وكيجي يعني غتشوفوا الطريقه، تتبعوا معايا الطريقه وغتشوفوا كيفاش راه كيجي زوين. وهاد البنات الطريقه اللي كندير انا في الخبز راه كنديرها حتى في البطبوط، راه كنديرها. راه دخلوا للقناه ديالنا راه غتلقاو البطبوط، ديروا عجينه كيفاش عجينه البطبوط راه غتطلع لكم. ديروا انا وابناتي راه غتطلع لكم البطبوط كيفاش درت ليه. حتى هو كندير ليه هاد الطريقه، كنخليه ليله كامله والصباح كنطيبو كيجي حتى هو زوين. واليوم ان شاء الله غندير معكم الخبز اللي ساهل بلا دليك بلا عذاب بلا والو واقتصادي. الا بقيتوا معايا حتى الاخر غتشوفوا واحد الحاجه اللي غنقرصوا بها اقتصاديه وغتجيكم زوينه ان شاء الله. المهم البنات عندي نص كيلو ديال الفورص ونص كيلو ديال الحرش، القمح سبيسيال. يعني ديروا اللي بغيتوا ديروا النخاله، بغيتوا ديروا اللي يعجبكم. نص كيلو ديال الفورص ونص كيلو ديال سبيسيال، كندير انا قد باش كيجيني زوين، ما يجينيش رطب بزاف الخبز. بسم الله. بسم الله. بغيت نزيد شويه الفورص. غندير البنات دابا الملحه. بسم الله. عندي هنا واحد المعلقه يعني كبيره شويه ديال الخميره. من يكون الحال سخون راه من يكون الحال سخون ما تحتاجوش تقويو الخميره، راه كديروا غير شويه كتخمر. هو السر باش كيجي هذا الخبز زوين، كتبغيو تعجنوه بكري وتخليوه يبقى يرتاح. وفين ما يخمر كدوروا واحد بحال هكا تقريبا 20 دقيقه، وكتجيو تشوفوا الا بان لكم طلعت فيه الخميره كديري شويه يدك فيها شويه زيت البلديه ولا الزيت الروميه، وكدي بحال كل عجينه وتجيبيها يعني عاد تما في الطاوه كتهبطيها بحال كنقول لك كتهبطيها فاش تديرها من داك الفوائد ديال الخميره ديالها، كتعقبي تهبطيها وكتخليها ملي كتخمر المره الثانيه صافي كتقرصيها. وان شاء الله بقيتوا معايا حتى الاخر تشوفوا الدكريسه ان شاء الله العجيبه اللي نقرص لكم. انه هذا الخبز راه ساهل واقتصادي في نفس الوقت، ساهل واقتصادي. غنقرصوا بواحد الدكريسه اللي اقتصاديه ما تضيعش ما تتلاحش. عندي الماء شويه دافي. بسم الله. هاد الخبز راه بالنسبه للاخوات اللي كياكلوا يعني في رمضان الخبز شويه كتير، ما كيقدروش مساكن كل نهار يعجنوا كيعياو كل نهار دلكي يعني راه كيجي زوين. انا ما كندلكوش. كيجي شويه مرخوف، خاصو يكون مرخوف ما يكونش قاصح. العجينه ديالو خاصها تكون شويه مطلوقه، ما تجيش يعني قاصحه بحال الخبز اللي كندلكو بيدينا. بحال هكا صافي البنات، هذا هو الدليك اللي دلكت بارك عليه. دابا غنسدو. الا كان عندنا شي سلوفان كنديروا السلوفان من هنا، عاده كنديروا عليه هادي. دابا ما موجودش عندي السلوفان، ما غندير ليه والو، غنخليه بحال هكا وغنخليه هنا فوق الخامه حيت الحال سخون. من غيخمر ان شاء الله غتشوفوا معايا. دابا البنات بعد ما خمرت كنهبطها بيديا بحال هكايا، يعني كنحيد دوك الفقاعات ديال الخميره حتى كتهبط، وكنخليها تاني ترتاح حتى المره الاخرى تاني من غادي يطلع صافي غنقرصها.
بنات هذه هي الطريقه ديال الخبز اللي قلت لكم، الدقريصه ديالو. الخبز اللي كيشيط عليكم كنحكو في الحكاكه، ولا لا كان كارم كنطحنو في الطاحونه وكنقرص به الخبز. هذه هي الطريقه السر اللي قلت لكم، راه كيجي واحد المذاق زوين وكيجي الخبز محمر وزوين بواحد الطريقه واقتصاديه، والخبز ما كيضيعش لكم البنات. هانتو الطريقه كيفاش حكيتو كيفاش غنقرص به. ويمكن لكم تزيدوا حتى الزرارع ولا تزيدوا شي حاجه، مهم اي حبوب بغيتو تزيدوا مع الدقريصه تزيدوهم، ماشي مشكل. دابا انا نسرح الدقريصه في واحد القراص، وانا غنبدا نقرص في الخبز ديالي. انا كيفاش كنقرصو دابا، كنقرصو بداك الخبز اللي شايط يعني غادي يتلاح. المهم ما نلوحوش الخبز، نعمه الله ما نلوحوهاش. كنديرو بها الطريقه بحال هكا كيجي زوين وكيجي الخبز اقتصادي وزوين. دابا البنات مني كنساليو نقرصو نساليو كنغطيو ونخليوه يخمر. مني كيخمر حنا غنبداو نطيبو فيه. ها هو البنات كيفاش كيجي من طاب، كيجي على هذا الشكل يعني مدلكناش. ها انتو راه كيجي بحال مدلوك. ها هو كيفاش كيجي بحال مدلوك وكيجي يعني من الداخل فشفش، كيجي زوين. وكتجي هاد الدقريصه اللي درت ديال الخبز كيجي محرش من الفوق ورطب من الداخل. ونتمنىكم البنات تجربوا، ولا جربتوا وعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وتشاركوا مع حبابكم ومع عائلاتكم.